خايف القناه تقفل. لا، عايز أكلمكم في موضوع مهم جدا جدا جدا. شفت حلقة الإعلامي إبراهيم فايق مع الحكم الدولي السابق محمود البنا؟ شفتها؟ لو ما شفتهاش يبقى انت فايتك كتير جدا جدا جدا. انا مش هتكلم هو ظالم ولا مظلوم، ولا هتكلم ان هو ظلم بعض الفرق ودي ممكن تكون حقيقة. لا، مش هتكلم في كل ده، ولكن انا هتكلم في نقطة مهمة جدا 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 في غاية الخطورة، وهي عندما تحدث الحكم الدولي السابق محمود البنا ووجه كلامه إلى الإعلامي إبراهيم فايق وقال جملة خطيرة جدا 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 جدا. إيه هي الجملة؟ قال له: أنا مش عايز أتكلم لأني ممكن أقفل لك القناة. جملة استوقفتني كتير. التحكيم المصري في كوارث، اللي خايف يقولها حكم محمود البنا لا تقفل القناة. احنا في كارثة قد كده، احنا التحكيم بتاعنا في مشكلة قد كده، وصلنا للفساد زي ما كان بيقال من كثير من الناس ان المشكلة في التحكيم المصري. الى هذه الدرجة التحكيم المصري في مشكلة تخلي الحكم محمود البنا يقول إني لو قلت واتكلمت ممكن أقفل لك القناة. ده مش كلامي، ده كلام الحكم الدولي محمود البنا. تعالوا نشوفوا قال إيه ونرجع لكم تاني. هو عنده سياسه الاقصاء. طبعا الحلقه هقول لك مواقف. لا، واحكي، ما تقوليش طبعا الحلقه، كل اللي يجي على بالك قوله. يعني خايف القناه تقفل. لا، ليه تقفل ليه؟ في حاجه غلط هتقولها؟ لا 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 لا. كل حاجه على مسؤوليتك. طبعا القعده دي على مسؤوليتك والمشاريب بس عليا. ايوه ماشي. بس فدي كانت اول بدايه. انا ذهلت، ما يعني عنده نوع من سمعتم؟ انواع شفتم بعينيكم التصريح؟ ما جبتش حاجة من عندي، ده كلام على لسان الحكم الدولي السابق محمود البنا، اللي بيتكلم فيه وبيقول جمل خطيرة جدا جدا جدا. إلى هذه الدرجة التحكيم المصري وصل، إلى هذه الدرجة إحنا عندنا مشاكل في التحكيم المصري. لحد إمتى؟ لحد إمتى هنقعد نتفرج؟ لحد إمتى هنكون متفرجين؟ إمتى هنتدخل ونصلح منظومة التحكيم اللي كل الفرق بتشتكي منها باستثناء نادي واحد؟ كل الفرق تشتكي منها باستثناء نادي واحد. إمتى هنتدخل ونصحح؟ إمتى؟ Free audio post production by alphonic.com.